السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحفظكم وبارك فيكم. حياك الله وبياك مع أخيك المقداد من ليبيا. أهلا وسهلا بالداعية الجليل والأخ الحبيب. حياك الله فضيلة الشيخ. نود أن نقوم بمداخلة لأحد الشباب العائدين إلى الله سبحانه وتعالى. الشاب هذا من عندكم يا فضيلة الشيخ؟ وأذكرها بتصرف مني. الشاب هذا من عندكم؟ نعم. طيب إن شاء الله تفضل. هل هناك مجال شيخنا؟ تفضل حياك. الحمد لله على نعمة الهداية والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الشاب: نشأت في أسرة منهم المصلين ومنهم غير ذلك، وكنت لا أصلي إلا أحيانا، لأنه كان بيتي كان فيه الدين هامشي في حياتهم. وكانت حياتي مليئة بالفساد بسبب الجلوس إلى رفقاء السوء والتمتع بنعمة المال الوافر الذي أنعم الله علينا به ولم نقدر هذه النعمة. كنت يا شيخ الجليل كثير الجلوس إلى المسلسلات المكسيكية المدبلجة والأرجنتينية وغيرها التي جاءت بالفساد الكبير لهذه الأمة. فمن هذه المسلسلات تعلمت الذنوب البهيمية وهي شهوة الفرج، أي الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. بعد المشاهدة لهذه المسلسلات أصبحت فنانا في العلاقات الغرامية، فكانت الفاحشة والموبقات من أفعال اليومية، إن لم تكن صباحا فمساء. ولكن سخر الله لي صديق من العارفين بالله من الصالحين، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. كان هذا الصديق ينصحني بالشريط الإسلامي مرة، وبالترهيب والترغيب مرة، وبالوعظ والإرشاد مرة، ولكن كانت المجاملة شعار مع هذا الصديق الحبيب، حيث كنت أتوارى مع الشيطان وأذهب عند هذا الصديق. ومرت الأيام تلو الأيام حتى جاء ذلك اليوم الذي أسعدني فيه المولى سبحانه وتعالى، فلقد أجبرني هذا الصديق الحبيب بالجلوس إلى قناة الرحمة الطيبة لمشاهدة درس في الوعظ والإرشاد والتوجه نحو الله سبحانه وتعالى. جلست مكرها وبدأت أستمع لذلك الدرس، وكان الشيطان يذكرني بالعلاقات الغرامية مع الفتيات، مع المومسات والبغايا. نعم، ولكن نادى الزغبي فقال: أيها الزناه فروا إلى الله. فعرفت أنني المقصود، فتكبلت قدماي ويبس لساني، واستمعت بقلبي وبفؤادي، وجلست في مكاني عندما نادى الزغبي وقال: أيها الزناه فروا إلى الله. ففررت إلى ربي عندما بدأ الشيخ في الحديث عن هذه الفاحشة ومدى خستها وحقارتها ودناءتها، فقلت في نفسي: نعم، كم أنا جاهل بعظمة المولى جل وعلا، كم أنا جاهل بقوة هذا الرب الجليل العظيم سبحانه وتعالى. ها قد زنيت، ها قد عشرت المومسات والبغايا، فما هي النتيجة؟ النتيجة هي الحسرة والندامة، وظلمة في القلب، وسواد في الوجه أمام الجبار جل وعلا. فأسكبت الدموع والعبرات عندما نادى الزغبي فقال: أيها الزناه فروا إلى الله. ففررت إلى ربي عندما تحدث الشيخ عن سوء الخاتمة لذلك الرجل الذي أخرج معشوقته من قبرها ومات وهو من فوقها عياذا بالله تعالى. فقلت: ماذا لو كنت أنا كيف سأدخل إلى قبري وأنا جندي من جنود إبليس في فعل الفواحش والموبقات وترك الصلوات؟ فما أرى قبري إلا حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى. فاشتعل قلبي من حرارة المعصية التي قضت مضجعي ولسعت فؤادي وأحرقت جأشي، فأسكبت الدموع والعبرات عندما نادى الزغبي فقال: أيها الزناه فروا إلى الله. ففررت إلى ربي عندما تذكرت يوم القيامة، عندما يأذن الله سبحانه وتعالى بقيامها، وتذكرت وأنا في القبر، وإذ بالقبر ينشق من فوقي وأرى أمامي أهوال يوم القيامة: شمس تكور، وقمر يخسف، ونجوم تدمر، وأرض تتدحرج، وجبال تنسف. فلا إله إلا الله على حالي وعلى أيامي الضائعة في فعل الفواحش والمنكرات وترك الصلوات. فأسكبت الدموع والعبرات يوم أن نادى الزغبي فقال: أيها الزناه فروا إلى الله. ففررت إلى ربي عندما تحدث الشيخ عن ذلك التنور الذي أعده الله سبحانه وتعالى في جهنم
للزواني والزانيات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتخيلت أنني مع البغايا والمومسات نصيح ونستغيث في ذلك التنور بعد أن هتكنا حرمة الله في الدنيا وتلاعبنا مع الشيطان وتراقصنا في فعل الفواحش والمنكرات، فأسكبت الدموع والعبرات يوم أن نادى الزغبي فقال: أيها الزنا فروا إلى الله. فتذكرت أن الله يخاطب العبد يوم القيامة وفي الدنيا فيقول عز وجل: عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ففررت إلى ربي ورفعت قلبي قبل يدي وقلت: يا رب يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل عني الهم والكآبة والشحوب؟ أدعوك ربي في ليل طويل والدمع مدرارا سكيب. أنا الآن أعيش أعظم حب في حياتي، أعيش حب الله والرسول، فانكببت على قراءة القرآن وانتظمت على الصلاة، وأصبحت بارا بوالدي بعد العقوق، أصبحت مقبلا على الزواج على سنة الله والرسول، واعتمرت في بيت الله حرام. عسى الله أن يرحمني فقد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان. فجزاك الله خيرا أيها الشيخ الفارس المغوار على ما تقدم، جزاك الله الجنة أنت ومن ساهم في عودتي إلى ربي. وأقول يا أمة التوحيد: العودة العودة قبل الممات، العودة العودة إلى رب الأرض والسماوات. أقول ما تسمعون والحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد. هذه توبة شاب بعد أن نادى الزغبي فقال: أيها الزنا فروا إلى الله. وجزاك الله يا شيخ محمد على ما تقدم وفتح الله عليك وبارك الله فيك. وقف مع هؤلاء بكل جهدك يا فضيلة الشيخ، قف مع هؤلاء الإخوة يعني بكل جهدك، لا تتركهم لحظة حتى لا يستولي عليهم الشيطان مرة أخرى. جزاك الله خير.